اهلا ومرحبا بكم في خلاصة الكلام. اتمنى يا جماعه بس اللي بيشوف الفيديو ودخل عندنا لاول مره يا ريت يشترك في القناه ويفعل لنا زر الجرس ويعمل لنا اللايك الجميل وكومنت ظريف كده عشان خاطر الفيديو ينتشر. الحقيقه مدام هناء يعني كل يوم عن يوم بتثبت لي ان هي مش هتطلع عبير من دماغها، لا هي ولا رضا، ودول حاجتين كل عارف ما عدا الناس المغيبه. والناس المغيبه دي ان شاء الله قريب انا هثبت لكم ان انتوا كنتوا بتجروا ورا سراب. اوعدكم ان قناه خلاصه الكلام هتحقق لكم اللي انتوا نفسكم فيه، اللي هو ايه بقى؟ ان انا هبطكم ان شاء الله، وان انا هوصل لكم ان انتوا بتجروا ورا واحده بتتكلم حاجات كلها من كتر ما هي يعني بتحب ان هي تتقمص ادوار مش بتاعتها، وصلت لقمه ان هي مفكره ان الناس كلها وحشه وهي الوحيده اللي كويسه. في فيديو منزلاه المدام وبتقول اول بدايه الخيانه، او انا يعني او في معناها ان انا اكتشفت النهارده من الفيديو ده ان انا ايه بتخان. الحقيقه ان الفيديو ده ما فيهوش اي حاجه خالص غير ان هي صورت الفيديو بطريقتها هي، يعني هي عملته الفته واخرجته عشان خاطر تنزله للناس عشان تشبع رغبتها وتاكد للناس ان الناس دي سمعتها وحشه، ولكن في الاول وفي الاخر ربنا يمهل ولا يهمل. الفيديو ده ما فيهوش اي حاجه تدين الدكتوره عبير ولا رضا ولا اي حاجه خالص غير ان هم ناس شرفاء وناس محترمين. زي ما انتم شايفين في اللقطه اللي فاتت دي ان الفيديو معمول بدرجه زوم على اعلى درجه زوم. ليه؟ يعني كان المسافه بعيده، لانها قالت لكم بعد اذنكم انا رايحه الحمام، ولكن هي ماشيه وقصدها ان هي تصور عشان خاطر هي خلاص ناويه وعارفه ان رضا خلاص هيخرج من ايدي، فانا لازم يبقى عندي السلاح اللي اعمل بيه ماده في الفتره اللي جايه. رضا هيخلع وعبير هتخلع وفلانه هتخلع والمسيو راح والدنيا ما بقاش حد عندي، فلازم اعمل ماده. ولكن صورت بزوم على قد ما تقدر عشان خاطر تجيبهم ان هم قاعدين. طب القعده دي عباره عن ايه؟ اللقطه اللي جايه اللي انتوا هتشوفوها دي برضو بتبين ان الست دي قاعده عباره عن قاعده كأن مفيش حد قاعد معاها. الدكتوره عبير قاعده كأن مفيش حد قاعد معاها، ورضا قاعد في قمه الادب وفي الاخلاق، راجل محترم مع ست محترمه. ولكن الوساوس اللي في دماغها والامراض اللي في دماغها هي اللي بتهيأ لها الكلام ده، وعارفه ان في ناس هتصدقها، الناس المغيبه هي اللي هتصدقها. ولكن ده منظر ناس قاعدين بيحبوا، ده منظر ناس بينهم وبين بعض غرام. لكم ان تتخيلوا واحده قاعده بتلعب في الموبايل ومش في دماغها اي حاجه خالص، ورضا قاعد بيشرب سيجاره، الا ان ناداله حد من الفندق او المكان اللي كانوا قاعدين فيه وقال له لو سمحت المكان ده مش مخصص لايه؟ لشرب السجاير. فالراجل قام يقوم يشرب السيجاره بعيد شويه عشان خاطر كده، وبناء عليه رضا قام زي ما انتم شايفين قام يشرب السيجاره، مفيش اي حاجه. رضا والدكتوره عبير من الشخصيات المحترمه جدا اللي الحقيقه يعني قدرهم الاسود ان هو وقعهم مع ست زي ديا، وان يبقى بينهم وبين بعض اي علاقه، وان هي تستضيفها كان يوم مش لطيف يوم ما عملت الكلام. الحقيقه الفتره اللي جايه يا جماعه ان شاء الله باذن الله معانا شويه فيوسات ومعانا شويه فيديوهات ومعانا شويه محادثات اللوز هيبينوا ان الست دي مغيبه، ان الست دي بتألف، الست دي بتعمل حاجات مش موجوده في الدنيا، هي اللي بتألفها وهي اللي بتخترعها. اتمنى تكون الرساله وصلت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.